احكي لك ايه اللي حصل في كاس العالم 1934. ايطاليا بتنظم البطولة، بس ما كانتش مجرد بطولة، كانت مسرحية سياسية كتبها موسوليني بنفسه. التحكيم، الترتيبات، حتى النتائج، وكل حاجة بتخدم صورة واحدة، هي ان الفاشية لا تهزم. بطولة اتقال عنها انها اول مونديال حقيقي، لكنها كانت اقرب لمعركة دعائية او تسويقية. ايطاليا فازت، بس السؤال هنا، هل ايطاليا كانت تستحق ولا كانت مجرد بطل بأمر موسوليني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ادهم حجازي في فيديو جديد من حكايات كاس العالم. ومعانا النهاردة كاس العالم 1934. ارتبط كاس العالم تاريخيا بقصص لو قلنا انها بتحصل النهارده محدش هيصدق. بالفعل اغربهم كانت في نسخة كاس العالم 1934. النسخة دي شهدت تدخل سياسي من جانب الزعيم الايطالي بنتو موسوليني لاستضافة ايطاليا نهائيات كاس العالم في نسختها الثانية. البطولة دي اتلعبت بنظام خروج المغلوب، وده اللي خلى كل مباراة فيها نهائي بجد. شارك فيها 16 فريق، 12 منهم من أوروبا و2 من أمريكا الجنوبية وفريق من أمريكا اللاتينية وجمهورية مصر العربية. شارك فيها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد والمجر وتشيكوسلوفاكيا والبرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب مصر كأول فريق عربي وأفريقي يشارك في المونديال. في البداية طلبت السويد بحقها في تنظيم المونديال، لكنها سرعان ما انسحبت لصالح منافسها إيطاليا على التنظيم، وده اللي سبب شكوك وقتها ان السويد تلقت تهديدات من منافسها إيطاليا اللي بعدها حصلت على تنظيم المونديال. قررت الحكومة الإيطالية تخصيص 3.5 مليون ليرة كميزانية للبطولة، مع ان الزعيم الايطالي مش من محبين كرة القدم، لانه اكتشف اهمية البطولة في تحسين صورته ومنحه انجاز حتى لو كان وهمي. موسوليني كان مسؤول عن كل شيء في البطولة، هو اللي اختار الحكام، وهو اللي عمل القرعة ووزع الفرق، وفي بعض الأحيان هو اللي اختار النتائج. وكمان هدد مدرب منتخب إيطاليا فيتوريو بوتزو بمقولته الشهيرة: أنت المسؤول الأول، إن لم تفز فليكن الرب في عونك. إيطاليا كسبت الولايات المتحدة في أول مباراة 7-1. في ربع النهائي واجهت أسبانيا وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، وتعادت المباراة في اليوم التالي وفازت إيطاليا بهدف جوزيبي مياتزا، بس بعد إلغاء هدفين صحيحين بداية التسلل لأسبانيا. عنف قوي من لعيبة إيطاليا تجاه لعيبة أسبانيا تحت أنظار الحكم السويسري رينيه ميرسيت، واللي بعد المباراة دي اتوقف مدى الحياة. التخطيط وقتها كان يكون النهائي بين ألمانيا وإيطاليا، أو بمعنى أصح بين هتلر وموسوليني، لكن المفاجأة الكبرى ان تشيكوسلوفاكيا اطاحت بألمانيا في نص النهائي وتأهلت لتواجه الأتزوري اللي فاز بهدف غير شرعي على النمسا في نص النهائي. وتم إقامة حفل عسكري للاعيبة المنتخب الإيطالي وارتدوا الزي العسكري وقتها، ونزلوا لقاء النهائي بشعار الفوز أو الموت بوجود الحكم ذاته، حكم ماتش إيطاليا والنمسا في نص النهائي، واللي بدوره تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة في الشوط الأول لتشيكوسلوفاكيا، حتى إن موسوليني عنف لويس مونتي مدافع إيطاليا وأكد له إن الاتفاق مع الحكم كان التغاضي عن مخالفة واحدة، ولو اتكررت هيحتسبها. وفي يوم 10 يونيو 1934 فازت إيطاليا بمونديالها الأول تحت أعين ديكتاتور الفاشية موسوليني. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتقول لنا في الكومنتات من اللي فاز بكأس العالم 1938، ولو عاوز تعرف ايه التهديد اللي حصل وقتها استنانا في الفيديو الجاي. سلام.